معنا عبر الهاتف مشاهدينا حاتم نهاد شريف نجل الراحل الكبير الأستاذ نهاد شريف. ألو أستاذ حاتم. الو. يعني تعازينا الكبيرة يعني راحلنا الكبير أستاذ نهاد شريف، وطبعا يعني أعماله الباقية وتلامذته ومحبيه ومريديه هم يعني إيه يعني جنبكم إن شاء الله في هذا المصاب الكبير. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك والبركه فيهم. ودي كانت اعتقد امنيه الوالد ان هو يعني يبقى وراه رعيل وجيل يرعى الاعمال دي ويهتم بيها، ونتمنى لهم التوفيق يا رب. طيب يعني حضرتك لا تعمل في مجال الأدب عموما، الخيال العلمي أيضا لا تعمل فيه، ولكن تعمل في مجال آخر تماما. عاوز أعرف أنت شفت والدك إزاي؟ شفت الأستاذ نهاد شريف إزاي؟ والله انا يعني صعب في الظروف اللي زي كده اشكر في الوالد، او يعني يتقال اب او كلام من ابن على اب، صعب. انما اقدر يعني الخص لك نهاد شريف يعني او رؤيتي ليه في 3 كلمات، وهي دي اللي انا قدرت اطلع بيها يعني عن والدي. اولهم اثار النفس، وثانيهم حب البشريه، وثالثهم الرضا. هو كان شايف الحاجات دي اساسيه لاي بني ادم، وقد تكون مش واضحه لاي بني ادم، انما هي الاهم. يعني اثار النفس وموضوع الرضا بيخلي الذهن واضح وصافي وقادر على انه يفكر لغيره. طيب لان الحاجه الشخصيه بتبقى تنحت والرغبات تنحت، فيقدر ينفع الاخرين عن طريق الرضا والحاجات دي. ما فكرتش حضرتك او اخت حضرتك، انا عارف ان انتوا ولد وبنت فقط اولاد الاستاذ نهاد شريف، ان انتوا يعني على ركب الوالد ان انتوا تكتبوا في الادب الخيالي العلمي؟ والله هي موهبه يعني ما حرمناش يمكن ربنا بيها، انما هو عايز يستغلها على فكره. يعني هو كان ليه رأي يعني ابعد من الموهبه كان نفسها. بيعيش معاكم في البيت ازاي طالما هو موهوب كده؟ كيف كان يقضي يومه وانتوا صغيرين في البيت؟ يعني وانت عند حضرتك 10 سنين او 15 سنه، تفتكروا ازاي في البيت؟ والله يعني انا افتكره طبعا بكل خير. الوالد كان حنين قوي، وكانت توجيهاته غير مباشره، وكان يعني دائم التفكير في الاخرين وفي حاجات كان غريبه قوي. بيحب يتامل يقعد لوحده فترات طويله؟ يعني هو يعني مش بيتامل وبس، يعني هو كان عزوف عن اشياء كثيره قوي، وكان مهموم بالبشريه هم لا انا عاوز رهيب. اعرف في البيت. انا عارف ان هو يعني كان يعني من يعني فرط ابداع، هو كان مش اجتماعي كتير. كان تمام. يعني فاحكي لنا عن نهاد شريف الانسان. نهاد شريف الانسان هو زي ما انت بتقول، هو كان انسان، هو كان حنين قوي. كان محبوب قوي، لان الحاجات دي بتوصل للناس، هو اللي بيحب الناس بتحبه. صحيح. فهو ده كان يعني اتصال مباشر غير مرئي. يعني اي حد كان يقعد معاه كان يحبه، وكان على فكرة يعني كان بيجد مواصفات خاصة في كل إنسان مثقف أو محدود الثقافة. هو كان بيشوف إن مفيش إنسان ملوش لازمة في هذه الحياة. على ودي الهواء على هو. فكرة أدت إلى نوع من أنواع التواضع، وخلتنا نشربها منه. يعني أنا نفسي حتى أنا فاكر في حوار، يعني بابا قال لي ما تستهينش بأي بني آدم، يعني حتى البني آدم البسيط قد يكون عنده وصفة طبية لا يجدها العلماء. رسالة منك ليه، هو روحه موجودة معانا على الهواء وتبقى في الذاكرة. تقول لبابا ايه؟ بابا نهاد شريف تقول له ايه؟ اقول له يعني يا رب ارحم والدي، وقد ايه هو كان وجه له رسالة مباشرة. لو هو دلوقتي انت بتوجه له رسالة تقول له يا بابا نقط. هقول له يا بابا انت كنت نظرتك ابعد من نظرة ناس كتير قوي. يا رب اثبت لي فعلا كل يوم زي ما انا بشوف ان انت
أصح في كل شيء، نظرة بعيدة المدى، نظرة فعلا الناس مش هتشوفها دلوقتي، ألا وهي إحتياج العلم وإلهام العلم للبسطاء. فكرة الكهرباء، فكرة أمهات الاختراعات ابتدت بإلهام، وكان هو يعني حاسس بهذا الدور العظيم إنه لازم يلهم. حاتم نهاد شريف، يعني نهاد شريف باقي بأعماله الباقية المستمرة إلى أبد الآبدين. مرة أخرى تعازينا الكبيرة من أسرة قناة النيل الثقافية. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك ويطرح البركة في تلامذته وفي محبينه، ويا رب. سنكون على تواصل إن شاء الله، متواصلين معكم دائما إن شاء الله، عائلة الأستاذ نهاد شريف وكافة المبتكرين والمبدعين وكبار العلماء في هذا الوطن. شكرا جزيلا حاتم نهاد شريف، نجل الأديب الكبير ورائد أدب الخيال العلمي الأستاذ نهاد شريف. محمد علي عبد الهادي، أهلا بك في الاستوديو. أهلا وسهلا. احنا تقاربنا سويا مع الأستاذ نهاد شريف. أنت كنت شخصيا ملاصق له في السنوات الأخيرة، نقول إيه، في ال15 سنة الأخيرة تقريبا. 15 سنة الأخيرة تقريبا، صحيح. كنت على تواصل معاه، ولذلك أنت تحتفظ بمواد نادرة عنه، وجبت لنا النهاردة مجموعة من هذه المواد احنا بنشكرك عليها، هي من مكتبتك الشخصية، من تواصلك الشخصي. شكرا ليك. أستاذ نهاد شريف، كيف كانت أيامه الأخيرة؟ يعني صعب أن ينطق لساني بوصف ما حدث للأستاذ نهاد شريف في الفترة الأخيرة، يعني ولكن هو كان مرتبط جدا في الفترة الأخيرة بربه بشكل غير واضح. يعني كان أقرب للصوفية في يعني الأيام الأخيرة. كان لا ينطق حتى في ألمه إلا يا رب يا رب يا رب. إن شاء الله ربنا يحسن مثواه ويبقى يعني إن شاء الله من يعني أهل الفردوس وفي أعلى عليين. أمين يا رب بإذن أمين. الله، خصوصا أن في الأيام الأخيرة كان المرض اشتد عليه كثيرا. وطبعا كان في المستشفى في الفترة الأخيرة إلى أن مستشفى رحمه الله الشبراويشي في الغرفة 42. في الغرفة 42. نعم. نكمل معاك الحوار، لكن خلينا نروح لمقطع نادر من الأستاذ نهاد شريف، يعرض لأول مرة عبر الشاشات، ومحمد عبد الهادي جايبه لنا من مكتبته الشخصية. زي ما حضراتكم شايفين ان القصة اللي انا عرضتها دي اهم حاجة فيها انها بتدي صورة ورؤية لما سيحدث في المستقبل. العلم، انا بشوف العلماء بيفكروا ازاي، وبحاول اسبق الزمن بخيالي واقول ان في المستقبل اللي هم بيفكروا فيه شكله هيبقى ازاي، وهنتعامل نحن معاه ازاي، ونعيش في وسطه ازاي. ده هو مفهوم ادب الخيال العلمي. هو نوع من المصالحه او المزج بين العلم وبين الخيال، بين حياتنا نحن ونحن نتخيل، وبين علومنا التجريبيه التي نطبقها. زي ما حضراتكم شايفين ان القصة اللي انا عرضتها دي اهم حاجة فيها انها بتدي صورة ورؤية لما سيحدث في المستقبل. العلم، انا بشوف العلماء بيفكروا ازاي، وبحاول اسبق الزمن بخيالي واقول ان في المستقبل اللي هم بيفكروا فيه شكله هيبقى ازاي، وهنتعامل نحن معاه ازاي، ونعيش في وسطه ازاي. ده هو مفهوم ادب الخيال العلمي. هو احنا طبعا شفنا الفنان جميل راتب، وكمان المخرج حسين كمال، المخرج كمال الشيخ، عفوا المخرج الكبير كمال الشيخ. نعم. والأستاذ رؤوف وصفي، وطبعا المبدع الخيال العلمي طبعا ايضا روائي رؤوف وصفي. فاستاذ نهاد كان صاحب اول فيلم مصري وعربي للخيال العلمي المأخوذ عن رواياته قاهر الزمن، وايضا الفيلم حمل نفس الاسم قاهر الزمن. فكرنا بالفيلم دوت. هو أنتج سنة 1985، إخراج كمال الشيخ، بطولة نور الشريف، جميل راتب، آثار الحكيم، خالد زكي. كانت فكرته إيه الفيلم؟ فكرته هي بتعتمد في الأساس على فكرة تجميد الإنسان، حيث أن الأستاذ نهاد شريف المرحوم الله يرحمه تتبع فكرة التجميد من خلال مواد علمية، ومن ثم بدأ يفكر في رواية كيف يمكن تجميد الإنسان. هي فكرة فيها شق بوليسي
ان في واحد اسمه الدكتور حليم صبرون بدأ بتجميد مجموعة من العلماء، لأنه كان يعتقد في ذلك الوقت أن هناك حرب عالمية ثالثة ستقوم قريبا. وهي فكره التجميد لا زالت مستمره واحتمال تنقذ البشريه، بيفكروا فيها دلوقتي بتجميد الاعضاء البشريه. نعم. ازاي الانسان كمان قبل ما يموت ان هم يجمدوه عشان يطولوا في عمره. نعم. فكره من المحتمل ان العلم ينفذها، وبالتالي نشوف فيلم قاهر الزمن بالفعل قاهر ليه الزمن. نعم. استاذ نهاد شريف، يعني في المرات اللي جلسنا معاه فيها وانت مرافق ليه مستمر، كان يشعر دائما بمراره. يعني هي يعني كلمة مرارة أقل شيء من الممكن أن يوصف لحالة، لأنه هو يمكن طبيعته، لأنه هو إنسان عزوف. لكن الكلمة التي أخذتها من حرم الأستاذ نهاد شريف أن نهاد شريف ظلم 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 بشكل قوي جدا وبشكل كبير جدا، خصوصا من الناحية الإعلامية، من الناحية الثقافية، من ناحية تكريمه من مصر. يعني الأستاذ نهاد شريف كرم بشكل جيد جدا في الجمهورية العربية السورية، كرم من وزارة الثقافة، كرم من رائد من رواد. قصدك ما حصلش على جائزة الدولة لا يعني هي التقديرية ولا التشجيعية؟ نعم نعم. وخصوصا ان هو صبر هذا المجال او فتح هذا المجال او كان نعم. من المبادرين في هذا المجال. يعني هو من عرابينه الاستاذ يوسف الشاروني الناقد الكبير، والاستاذ المرحوم الشهيد يوسف السباعي، لانه كان لهم نظرة مستقبلية لهذا الرجل انه سيصبح رائد لادب الخيال العلمي. وكتابات نهاد شريف ليست كتابات سهلة، هي مدرسة جديدة يدخل فيها الفن التشكيلي، لأنه هو ابن المرحوم الفنان التشكيلي الكبير منير شريف. فإبراهيم شريف تربى في مدرسة الفن التشكيلي، وتحولت الفرشاة إلى قلم، وبالتالي هو أبدع وأصبحت لديه مدرسة من نوع خاص. خلينا نروح لهذا الفصل مرة أخرى. محمد علي عبد الهادي الذي يذاع لأول مرة عبر الشاشات أيضا.